السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، في كتاب النفحة المسكية في السفارة التركية لعلي بن محمد تمجروتي، الذي هو يلخص ويحكي عن سفارة قام بها تمجروتي للسلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي حوالي سنة 1589 للميلاد. هذا الكتاب يصف فيه تمجروتي إسطنبول حاضرة الخلافة العثمانية، ويذكر انبهاره بجمالها، ثم يتحدث عن قصر السلطان وأنه رأى فيه الغلمان والأعلاج من الحبش، قال عليهم قفاطين وأقبياء مختلفة الألوان من الديباج والبركاض. إذا رأى القفاطين، هناك القفاطين العثمانية التي بعدها وصلت إلى الجزائر ثم وصلت إلى السعديين. آه، بعدها يتكلم تمجروتي عن مدينة الجزائر التي يصف رياسها ويثني عليهم، ويقول أنهم كانوا معروفين بالشجاعة وقوة الجأش، وأنهم كانوا يقهرون النصارى في بلادهم، بل ويفضلهم على رياس القسطنطينية، ويقول فهم أفضل من رياس القسطنطينية بكثير، وأعظم هيبة وأكثر رعبا في قلوب العدو، فبلادهم لذلك أفضل من جميع بلاد إفريقيا. انتبهوا إلى هذا، بلادهم لذلك أفضل من جميع بلاد إفريقيا، وأعمر وأكثر تجارا وفضلا. بعدها يعود تمجروتي إلى المغرب الأقصى وإلى حاضرة فاس، وهنا يستقبله أحمد المنصور الذهبي ويضع لهم الطعام، فيصف لنا مجلس السلطان أحمد المنصور الذهبي، فيذكر أنه امتلأت القبة والساحة بأخلاط من الناس وأصناف من القبائل على أجناس، عجل بالإطعام من أنواع الطعام في القصاع المالقية والبلنسية المذهبة والأواني التركية والهندية المعجبة، وتعاقبتهما في أقرب آوان مطاعم الألوان. إذا القصاع والأواني التي قدمها لهم السلطان أحمد المنصور الذهبي والأطعمة هي يعني موروثات عن الحضارة الأندلسية من مالقا وبلنسية، وأيضا مما أبدعته الحضارة العثمانية والهندية، وهذا أمر طبيعي جدا. فالمغرب الأقصى كانت يعني تتأثر بالمؤثرات المشرقية، والتي كانت غالبا ما تأتيها من الجزائر من الشرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا من تقولون أنكم محور الكون وأنكم أصل الأنواع وأصل الأشياء.